السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي كده شوفوا صينية الخضار مع الفراخ المشوية. هتبقى الفراخ هنتبلها مع بعض ونحطها ان شاء الله في الفرن على الخضار ده طبعا فلفل رومي، فلفل حامي، 3 طماطمات كده متقطعين شرايح، بطاطس مقطعاها بالقطعة بتاعت الجزر والمخلل يعني، وطبعا جزر برضو مقطعاه نفس التقطيعة. طبعا في بصل اهو، 4 حبات بصل، حبايتين كبار جزر، حبايتين بطاطس برضو مع الفلفل الرومي مع الحامي. طبعا عشان نحتاج التتبيلة في شفشق الخلاط كده هنفرمهم مع بعضهم. طبعا 3 حبات بصل كده حلوين، 3 حبات قوطة، حبايتين كده من الفلفل الحامي. ده كده الخضار اللي هحطه في الخلاط. غير ده طبعا توم بودرة وبصل بودر، طبعا ملح، بهارات مشكلة 7 بهارات ديت. طبعا يا حبايبي بتاعت فراخ مشوية كده. طبعا فلفل اسمر، شوربة ماجي. هضرب ده كله في الخلاط وارجع لكم بقى اشوف احنا هنعمل ايه. اهو يا حبايبي، طبعا احنا فرمناه اهوت في الخلاط زي ما انتم شايفين. طبعا لازم تبقى ناعمه قوي كده. اهي هي دي التتبيله بتاعت الفراخ والخضار. اوريكم بقى كده ان شاء الله بنعمل ايه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه بتاعتي اهي، بروح حاطه الخضار كله كده يا حبايبي اهو. طبعا الخضار لو رصيته كده، لو رصيته كده طبعا الخضار هيبقى دلع خالص، ومش هيبقى يعني ايه. انا عايزاه ياخد من طعم الفراخ ومن طعم التتبيله الحلوه دي. اروح عامله كده اهو يا حبايبي اهو اهو. طبعا كل الخضار ده لازم أنا اقلبه تقليبه حلوه كده عشان ايه يبقى حلو. شفتوا الالوانات يا حبايبي والخضار عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، مفيش احلى من كده اهو. اهو يا حبايبي كده انا بقلبه ليه؟ عشان الخضار يبقى بنفس الطعم بتاع الفراخ. هو كده كده هيشرب منه عشان الصوص بتاع الفراخ هينزل عليه، بس ده زيادة تأكيد يا حبايبي عشان حاجة ما تبقاش دلعة وطعمها مش حلو. بصوا منظر تشكيلة الخضار دي جميلة جدا، احنا بنحبها كده. واللي عايز يعمل حاجة غير كده يعمل برضه كده. احنا تبلنا الخضار اهو. هجيب الفراخ بقى اوريكم برضو هنعمل فيها ايه. بصوا يا حبايبي الفراخ بتاعتي غسلاها ونقعاها كويس جدا. بصوا بعمل ايه عشان انا عايزه التتبيله القمر دي تخش في الفراخ كلها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي يا حبايبي. كده انا بقى ايه، شرحتها مش فتحتها اهي يا حبايبي. اهي نفس الطريقه الورك اهي. اهي بعمل كده ليه؟ عشان تشرب التتبيله كلها اللي انا هحطها لها. نسمي الله كده اهي يا حبايبي. اهي مفيش احلى من كده.
غرقه في التتبيله كده بس الاول، واعمل بقى بايدي كده الفتحات اللي انا عاملاها اهي يا حبايبي، عشان تبقى الحاجه حلوه متبهره معانا وبتبقى احسن حال يعني لولادنا اهي يا حبايبي كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي يا حبايبي. اهي اهي. نجيب بقى كل التتبيله دي كده اهي اهي يا حبايبي اهي. نحط طبعا زيت عشان ما حطيتش ماده دهنيه نهائي اهي. نرش عليها كده زيت عشان برضو بتدينا اللمعه الحلوه في الفرن اهي اهي يا حبايبي. على الخضار برضو وعليه كله يعني نص كوبايه شاي زيت اهو. طبعا يا حبايبي كده هحطها في الفرن وارجع لكم ان شاء الله لما تستوي. وكده يا حبايبي الصينيه بعد ما طلعت كده من الفرن اهي، انا حبيت اوريها لكم بس قبل ما اغرف اهو. هغرف طبعا وارجع لكم تاني. طبعا انتوا مش متخيلين يا جماعه الريحه عامله ازاي هنا، قلب البيت الله اكبر عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا المقادير في بصوا يا حبايبي كل حاجة مستوية بسم الله ما شاء الله عليها اهي. بصوا الجزر مش متحمل، يعني هو الجزر اكتر حاجة يا جماعة بتاخد سوا اهو. البطاطس برضو اهي بسم الله ما شاء الله عليها، بصوا مش مستحملة خالص اهي اهو. بصوا الجزر اهو اهو. فطبعا كده يعتبر السوا بتاعها 100%. اغرف بقى وارجع لكم تاني ساعة التقديم ان شاء الله. طبعا يا جماعة الاكل بعد ما اتغرف اهو. بصوا الاكل طبعا مع رز بشعرية يا جماعة، برضو مرضتش احمره قدامكم عشان كله ست بيت عارفة ان الرز ابو شعرية بيتعمل ازاي. فطبعا عملته عشان وقتكم غالي عليا. وطبعا دي سلطة محوجة كده اهي اهو. طبعا يا حبايبي الاكل بعد ما خلص اهو، شوفوا منظر الخضار في قلب الطبق والله مستوي سوا. بصوا مش متحمل الله اكبر عليه اهو يا حبايبي. بصوا حتى الجزر والفراخ وكل حاجة مستوية 100% اهو. بصوا منظر الفراخ اهي اهي يا حبايبي اهو. طبعا يا جماعة الاكل خلص، يا ريتكم تجربوه. تجربوا الطريقة دي بتاعت الفراخ، شوي الفراخ في قلب الفرن مع البطاطس مع الخضار. دي طريقة حلوة قوي للناس اللي هم ما عندهمش طبعا منقد وفحم وان هو يشوي عليها والكلام ده كله. الطريقة دي حلوة قوي بديل الشوي على الفحم اهو يا حبايبي. طبعا يا جماعة انا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان.